أمها علمتها الغسيل على طشت وعملت عزومة والأكل اتحرق منها. الفنانة مريم فخر الدين اتريقت على كل الناس، فقررت أمها تعلمها المسيح والغسيل. في مرة مريم فخر الدين وهي صغيرة راحت مع أمها عشان يزوروا ناس من قرايبهم، وأول ما دخلت مريم لقت 3 بنات شغالين عند الناس اللي رايحين ليهم قاعدين على الطشت بيغسلوا. فسألت أمها وقالت لها هما بيعملوا ايه؟ وبعد ما أمها جاوبتها وفهمتها فضلت مريم تضحك وتتريق عليهم، وده اللي خلى أمها اللي كانت معروفة بقوتها وجبروتها تاخد بالها إنها ما جهزتش بنتها عشان تبقى ست بيت شاطرة تعرف تغسل وتمسح وتطبخ وتعمل كل الحاجات دي. فتقوم بقى مريم عشان السؤال اللي سألته ده تيجي مامتها تاني يوم وتجيب مريم وكل الغسيل اللي في البيت وقعدت تغسل فيه بنفسها قدام مريم. قال ايه كده يعني بتعلمها. ولما مريم قالت لها بتغسلي بنفسك ليه، ما تستني الغسالة لما تيجي. فامها قالت لها ونقعد كده مش نضاف لحد ما الغسالة تيجي، اقعدي اتعلمي وساعديني. وهنا اعجبت مريم بالفكرة وفضلت جنب امها تساعدها في الغسيل. بعد كده قررت أمها وبعد ما اطمنت على مستقبل بنتها في الغسيل إنها تعلمها الطبخ، فبدأت معاها بتقشير البصل وعصر الطماطم علشان البنت ما تزهقش وتطفش يعني. وفي يوم من الأيام اتفاجئت مريم إن أمها عزمت مجموعة من الصديقات على الغداء، وقالت لهم إن الأكل كله مريم هي اللي هتعمله. طبعا هي كانت فاكراها بتهرج أو على الأقل هتساعدها، لكن المفاجأة انها خلتها فعلا تعمل كل الاكل شاكب راكب، مستعينة بكتاب فن الطهي زي لينا كده في المتزوجون. يوم العزومة مريم ما كانتش بتعمل اي حاجة غير انها تراقب رد فعل المعازيم وقد ايه هما مش طايقين الاكل، لان الخضار كان محروق والمكرونة والرز ما كانوش لهم علاقة باي مكرونة ولا رز. ورغم صدمة مريم الا انها اصرت على انها تتعلم الطبخ، واتعلمت فعلا ونجحت في تاني وتالت عزومة. كان كله بيحلف بأكلها لدرجة ان الطبخ بقى لعبتها ومتعتها، وبقى اي وقت فاضي عندها تدخل فيه المطبخ وتعمل فيه ما لذ وطاب.